أجرى فريق المغرب التطواني مساء الأربعاء 22 من يوليوز 2015 حصة تدريبية استعدادا للمباراة الهامة التي ستجمعه بفريق الهلال السوداني يوم الأحد المقبل على الساعة 9 ليلا برسم دور المجموعتين من عصبة الأبطال الإفريقية. وقد كانت حصة مغلقة حضرها الرئيس المنتدب السيد محمد أشرف أبرون وبعض من أعضاء المكتب المسير، وقد ركز فيها المدرب سيرخيو لوبيرا على الجانب التكتيكي. وعرفت هذه الحصة مشاركة جميع اللاعبين وخصوصا المنتدبين أخيرا، فيما قام اللاعبان بلال زريوح ومهدي عزيم بتداريب منفردة لكونهما في طور التعافي من الإصابة. Bueno, todos sabemos que la situación es complicada, no solo por las ausencias que tenemos a nivel de jugadores de baja por sanción, sino también jugadores que se han incorporado al final, que aún están en un periodo precompetitivo, en un periodo de pretemporada, pero bueno, al final sabemos todo que es un partido importantísimo, donde hay 3 puntos en juegos que son fundamentales, porque con el grupo tan igualado y a estas alturas de competición, el hecho de poder ganar nos puede hacer estar incluso líderes en función de los resultados que se den, y el hecho de perder nos puede distanciar de la parte alta del grupo. Por lo tanto, sabemos de la importancia del partido y a pesar de las dificultades que tenemos, pues bueno, lo afrontamos con mucha ilusión, además en nuestro campo, delante de nuestra gente, o sea que vamos a intentar sacar un buen resultado que nos mantenga con opciones a estar donde realmente queremos, que es en las semifinales. تكون واحد المقابله صعيبه ومصيريه بالنسبه لنا، ولكن الحمد لله يعني جميع اللاعبين متحمسين باش انه يجروا هذه المقابله هذه وياخذوا 3 النقاط ديالها. ما غتكون سهله، ولكن الحمد لله يعني الظروف كامله متاحه باش اننا ناخذوا المقابله بجديه وناخذوا 3 النقاط ديالها امام الجماهير ديالنا، اللي كنتمنى ان شاء الله ما تبخاش علينا بالتشجيعات ديالها، وباش اننا تعاوننا نفوزوا بهذه المباراه هذه. بالنسبه للغيابات يعني كما سبق شرط يعني العديد من المحطات الاداريه، يعني فريق المغرب التطواني ما عمره نوعه على لاعب او 2 باش يستطيع يفوز. يعني فريق المغرب التطواني كيلعب كمجموعه، يعني اللاعب ديالو اللي ما كيعرفوا الجميع هذه 5 سنوات يعني كيلعب كفريق متكامل، يعني كيوصل للشباك باكبر عدد ممكن اللاعبين. ما كنظنش الغياب ديال اللاعبين انه غيأثر علينا. عندنا لاعبين غادي يكونوا في المكان ديالهم قادرين غادي يعطيو في نفس المستوى او احسن من اللاعبين الاخرين. خدمنا اليوم على حسب الخطط التكتيكيه اللي غادي ناخذوا بها المقابله، فكنظن باللي ان شاء الله ما عندناش خيار واحد اخر من غير اننا نحققوا انتصار في هذه المقابله بالرغم من الغيابات اللي غادي تكون. فكنظن اللاعبين اللي كاينين فهموا المسؤوليه اللي غتكون على العاتق ديالهم، فان شاء الله حنا كنوعدوا الجماهير ديالنا التطوانيه ولا المغربيه عامه باش انا تجي تساندنا، وباش ان شاء الله غادي نحققوا نتيجه ايجابيه اللي غتخلينا ان شاء الله في الحظوظ ديالنا تبقى وافره ان شاء الله باش ندوزوا للدور الموالي ان شاء الله. الحمد لله الاستعدادات كدوز في احسن زعما في احسن الظروف الحمد لله. الاجواء داخل النادي راه اجواء اللي رائعه، فهمتيني. انا لعبت في بزاف ديال النوادي كبيره وهذا الشيء، الحمد لله فجيت لهذا النادي لقيت واحد الاجواء خاصه، لقيت واحد زعما واحد الروح عائليه في النادي الحمد لله، ما بين اللاعبين هذه واهم حاجه، وما بين الستاف تكنيك والاداره الحمد لله، فهمتيني. هذا هو اللي كيساعد الفريق باش يزيد لقدام. وزعما هذه المباراه ماشي مباراه اللي سهله، لان كنعرفوا كاملين الهلال السوداني هو من اكبر الفرق الافريقيه، ولا بروف راه شوفي نوصل في الدوري الافريقي. الحمد لله حنا عازمين على ود الفوز، وعازمين بان انا ثق واحد الثقه كبيره زعما في اللاعبين وفي الجمهور خاصه، لان حنا كنعرف بان الجمهور هو زعما الحافز الاول للنادي واللاعيبه. حنا ان شاء الله كنتمنوا بان هذه المباراه تدوز في واحد الجو اللي يكون مزيان، ويكون عندنا واحد الروح القتاليه. الحمد لله الكره كنعرفوا نلعبوها، راه النادي تطوان راه معروف بالكره ديالو التيكي تاكا كما يقولوا، وانا فاش جيت ترينيت معاهم دربت معاهم داكشي عرفت بان التيكي